عليكم حبابي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير، نتمنى ان شاء الله تكونوا في احسن الاحوال وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. اليوم جيت نشارك معكم الطاجين بالطون اللي كيجي غزال، واخا درتو خفا زربا داكشي مزروب ولكن كيجي غزال. ما كنتش ناويه ندير الغدا وفي اخر لحظه قررت انني نديرو. هنا عندي الطون كيف ما كتشاهدوا، عندي البطاطا اللي قطعتها رونديلات، عندي القرعه كورجيط وخيزو، وهنا عندي الزيتون اللي فيه الشرموله، شويه مطيشه، شويه الفلفله والتوابل. التوابل عادي البنات، الملحه، الابزار والخرقوم وسكينجبير وشويه ديال القزبر يابس. هنا عندي البصله اللي شلتها ودرتها كتقلى. بالنسبه للبنات هادو غادي نضيفهم حتى الاخير. عندي هنايا حتى القزبر ومعدنوس ومطيشه اللي قطعتها وفليفله وخيزو والقرعه غادي نضيفهم في الاول. خليكم معايا. هاد الطون كان عندي في الفريغو، راه باقي مثلج. كنا جبناه وبقى في الفريغو. دابا عندي هنا البنات نص كاس ديال الماء غادي نضيفو على هادوك التوابل كيف ما كتشاهدوا باش ما يتحرقوش. غادي نضيف ونخلطهم. كنتمنى تقبلوا عليا البنات. كنشارك معكم نهاري اولا شي وصفه ديالي بكل تواضع، بدون زياده ولا نقصان، كيف ما انا كنشارك معكم. كنتمنى من الله انكم تقبلوا عليا. هنا من بعد ما تقلات هاد البصيله غادي نضيف التوابل. عفوا غادي نضيف الخضره. عندي خيزو والكورجيط. شوفوا البنات، عادي جدا. هذا هو طاجين الزربه، وطاجين الزربه سبحان الله كيجي بنين. دابا غادي نضيف الحوت اولا الطون ديالي من الفوق، حقاش هو كيطيب بالزربه كيطيب، ما كيحتاجش تديريه من الاول. هنا غنضيف التوابل، غادي نضيف غير النص وغنخليوه شويه في الاخر غنضيفو من فوق الخضره. بالنسبه للبنات التوابل غادي مع الصهد ديال هذاك الغطا ديال الطاجين غادي يهبط وغادي تذوب اللقامه كلها اولا العطريه كلها فوق الخضره. دابا غادي نسد عليه ونخليه بلا ما وجدت هادشي. غادي ندوز باش غادي نضيف البطاطا ان شاء الله، ونضيف هاد الربيع ومطيشه والزيتون وفليفله. خليكم معايا. غادي نستفها هاد البطاطا. بصراحه كنت زربانه والله، يعني حتى لاخر لحظه وخصني نمشي نجيب ولدي من المدرسه يعني. لا اله الا الله. هانتوما حتى من البطاطا كبيتها بلا ما تعاود بلا والو، لحقاش خصني نصايب الغدا بالزربه باش نمشي نجيب ولدي خارج مع الوحده. صافي هنا غادي ندير الخضره، واصلا حيت مع هذيك البطاطا وخيزو والقرعه وكورجيط مقطعين دبورات صغار ورقاقين بالزربه غادي يطيب. هذاك الطون غير كيوصل البوطه كيطيب. دابا غادي نضيف الزيتون والفلفله ومطيشه القزبر ومعدنوس من الفوق كيف ما كتشاهدوا، وغادي نخلي الطويجين ديالي يطيب. ما غاديش نضيف الماء حقاش دابا الطاجين مازال غيطلق الماء حتى نشوف شحال ديال الماء غيولي فيه. هذا من بعد الا وكح نزيدو شويه باش نشوف، اولا الا نشوف هذاك الروا نزيد شويه باش نشوف. دابا غادي نضيف هذوك التوابل اللي ديجا خليتهم من الفوق هكا. غادي نزيد على الطويجين ديالي وغادي نخليه يطيب. غادي نضيف البنات واحد شويه زيت العود. شوف هنا درت فليفله حاره، غادي نضيف شويه ديال زيت الزيتون اولا زيت العود، انا كيعجبني هكا من الفوق. وغادي نخلي الطويجين ديالي يطيب. خليكم معايا حتى الاخير ان شاء الله. كنتمنى تقبلوا على هاد الطويجين.
ودابا احبابي هذا هو الشكل النهائي ديال الطاجين ديالي. كنتمنى من الله سبحانه وتعالى انه ينال اعجابكم، وبالصحه والراحه. الى فيديو قادم ان شاء الله. دمتم في رعايه الله. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. الى فيديو قادم ان شاء الله.